مرحبا بكم مع عبد المغيث. وبحكم انني انا دكانيه غادي نوريكم اليوم الفرق ما بين الذره البلديه والروميو كيفاش نستغلوها خلال هذه الفتره. دائما مع سلسله الاقتصاد، وملي كنتكلم على سلسله الاقتصاد كنتكلم على كيفاش نستغلوا اشياء اللي رخيصه معلبه ممكن اننا نصوبوها في الدار دون ما نشريوها من على برا. وهذا حالي انا شخصيا، كنحاول ما امكن كل حاجه لقيتها رخيصه في الوقت ديالها نستغلها، ناخذها ونستعملها. هنا بالنسبه للذره ملي كنبغيو ناخذوها اول شيء وكنصيحه، خذوها اللي تكون هاد الحبات ديالها عامرين، فوالا كما كتشوف معايا. باش كتعرفوهم عامرين ما كيكونش فيهم هاد الخوا هكا، هادي باقا باينه وباين، فوالا ما تاخذوهمش فيهم هاد الجليفات هكا خاوين. انا اللي كبارين راني نقيتهم، خذوهم هكا عامرين باش تلقاوها ملبته لداخل ماشي زربو عليكم. هذه من جهه اخرى ملي تبغي تاخدي الذره، شوفي واش بغيتيها للشويان ولا للسليق. الا بغيتيها للسليق فكتاخديها كتكون شويه قاصحه، وإلا بغيتيها للشويان فخصها تكون رطبه. باش غادي نعرفوها رطبه ملي غادي تخشي يدك فيها هكا الحمد لله. ملي غتخشي يدك فيها غادي تلقايها كيخرج منها واحد الماء اولا واحد الحليب، شيء اللي كيدل على انها طريه. حاجه اخرى اللي يد مهمه هنا، هاد الذره اللي كتكون صفرا هكا، فوالا شوفوا معايا هذه بلديه. كاين فرق ما بين الحبه والحبه. بالنسبه لهذه كتكون لذيذه وبنينه في الماكله ديالها، ولكن كتبقى قاصحه الوقت اللي كتشويها، كتغلبك في الماكله. فوالا شوفوا معايا دابا باش غتحيد هاد الحبه بصعوبه. هذه كتكون ملي كتشويها كتبقى قاصحه في الشي ديالها، ولكن كتكون لذيذه. بالنسبه لهذا الروميه، الحاجه اللي زوينه فيها هي انها ملي كتشويها كتلقيها رطبه فتيه زوينه، ما كتضرك لا في دراسك لا حتى حاجه. الوقت ديالها هذا غادي ناخذوها. بالنسبه لهذا الشعر ديال الكبال ما غاديش نرميوه، غادي نحتفظوا به. تنقول لكم شنو غنديروا به. وبالنسبه للذره كناخذوها وكناخذوا واحد الموس وكنبداو كنفلحوها من هنايا اولا كنحلوها من هنا وكنقلعوا من هنا وكنقلعوا. حنا غاديين بهذه الطريقه حتى كنحيدوا هاد الحبات ديال الذره كاملين. فوالا كتفرك لينا بسهوله. كناخذوا واحد الميكا ديال الكونجيلاتور كنوضعوها فيها، كنسرحوها وندخلوها المجمد. الاستعمالات ديالها، بغيتي تصوبي البيتزا تجبدي رشي منها الفوق في الفوق ديال البيتزا، بغيتي تصوبي مملحات ولا هذا كتجبدي بلا ما دير كونجلا واحد الكميشه وكديريها منها. بغيتي ديري الروز اولا السلطه بلا ما يحتاج انك تاخدي المعلبه، انما كتاخديها حتى كيقرب الروز يطيب. كديري واحد الكاسرول كديري فيها الروز، كديري فيها الماء، خيزو مقطع، شويه ديال اللوبيا اللي كتكون عندك في المجمد، وكنديروها طيب. ملي كتقرب طيب كنضيفوا القريعه اولا الكرجلات وكنضيفوا هاد الذره اللي كتكون عندنا ديجا في المجمد. هادي من جهه. اونك ديالي اللي درتي هاد البلديه غادي تبغيك طيبيها قبل وعاد تضيفي الروز العادي، يعني هذه كطيب قبل من الروز، عاد تضيف الروز العادي لان هذه كتبقى شاده شويه في الطياب. انا شخصيا كنفضل هذه لانني دائما مزروبه، دائما ما عنديش الوقت بالمره، فكنفضل هذه. بصحه وراحه ما بقى الا ندعكم نقول لكم تهلاو في راسكم، نضج مع توابلتي، والى اللقاء.